الفيديو ده موجه للايجنسي. خليني اقول لك على اكبر سبب توتر ما بين الكلاينت والايجنسي: اختلاف التوقعات. والحل هنا بيكون في حاجتين: الكي بي ايز والاس ال اي. الكي بي ايز كلنا عارفينها، الاس ال اي هنا هي السيرفيس ليفل اجريمنت، وهو اتفاق على مستوى الخدمه المقدم. يعني مثلا رد خلال 24 ساعه، تسليم خلال 5 ايام، تعديل بيتم خلال 48 ساعه. ده بيظبط ويعمل كنترول للاكسبكتيشن بتاع الكلاينت. بعد كده بنروح للكي بي ايز، هي مؤشرات الاداء زي عدد الفيديوهات والكونتنت اللي انت هتنتجه، التزامك بالوقت، نتائج الحملات والكامبينز اللي هتعملها له. المهم هنا ان الكي بي ايز ده يكون متفق عليه، مش مفروض من طرف على طرف. وكمان مهم يكون عندك اسكليشن بوليسي، يعني لو حصل مشكله ما بينك وما بين الطرف التاني من الكلاينت سايد، انت تقدر تساعد الموضوع لمين يقدر يحل المشكله. وطبعا الجزئيه دي بالذات بتكون حساسه جدا، يعني انت مش هتستخدمها عشان تعمل مشاكل، انت هتستخدمها في حالات الطوارئ علشان تمنع المشكله. الكي بي اي زائد اس ال اي واضحين هيدي لك شغل مريح وبروفيشنال. لو حابب اكتب لي اس ال اي وانا هبعت لك نموذج بسيط.